ايفون 7 في 2023. زي ما سمعت كده ناس ممكن تبدأ تسأل نفسها ايفون 7 قديم 2000 انتاج 2016، هل يقدر يعيش ل 2023؟ اداؤه هيبقى عامل ازاي؟ ده اللي النهارده جاي اقوله. انا من فتره كان موبايلي الرئيسي ال 8 بلس وال 7 بلس، موبايلات قديمه بس هي موبايلاتي الرئيسيه، وانا مبعد عن اندرويد دي ليا كتير. فحبيت ارجع واجرب 7 في 2023، احمل عليه كل الابلكيشنز واجربه واشوف هل الجهاز ده فعلا يعني يعيش ل 2023 ولا مفيش منه فايده. انا زي ما انتوا هتسمعوا كده انا اتفاجئت، زي ما انتوا ممكن تتفاجئوا ان موبايل قديم قوي زي ال7 عايش الى يومنا هذا في 2023، وفعلا بيقدم اداء مستقر الى حد ما. ولكن عشان الناس بس ما تاخدش عليا كلام، انا مش بقول انه تليفون جامد ولازم تنزل تشتريه وكده، لا، بس احنا هنحط كده شويه نقط عشان الناس تبقى فاهمه. اشتري التليفون ده امتى؟ اشتريه ليه؟ اشتريه بكام؟ هو ده اللي انا جاي اقوله علشان الناس ما تضحكش عليها او تفتكر ان انا بقول لك انزل اشتري ايفون 7. طيب مع طبعا الغلا اللي احنا فيه والاسعار اللي بقت غريبه جدا في موبايلات الاندرويد 7000 و 8000 وال 10000، ودي الاجهزه المتوسطه، فالناس بدات تشوف طب احنا عايزين بديل يعني هشغل عليه شويه الابلكيشنز اللي هي السوشيال ميديا وكده، وفي نفس الوقت يكون الجهاز ما بيقطعش معايا ومش بيلاج معايا. طب الاقي ايه؟ فبلاقي حاجات 4 جيجا بايت رام 128 وبلاقي سعرها 6000 و7000 جنيه، وبالاخص ال 4 جيجا بايت رام في الاندرويد ما لهمش اي قيمه، لان دلوقتي الابلكيشنز بقى بتاخد كتير قوي. طب اجيب ايه؟ ال 7 الموبايل الايفون 7 عمل المعادله دي بسعر رخيص، عمل ان هو يقدر في 2023 يشغل كل الابلكيشنز عادي جدا. يعني انا هنا منزل كل الابلكيشنز العاديه ان كان فيسبوك او واتساب يوتيوب تيك توك اتصالات ساوند كلاود امازون ماسنجر اوبر تيرو كولر جوجل كروم، كل الابلكيشنز نون، كل الابلكيشنز موجوده وبتشتغل بمنتهى السلاسه ومفيش اي لاج. يعني مفيش اي تقطيع، مفيش حاجه ان انا بطلع من الابلكيشن واخش ابلكيشن تاني فالجهاز بيهنج ويعلق ويقف قدامي كده متنح. وده في جهاز انتج 2016 ل 2017، فانت بتحكي في تليفون قديم ليه 6 سنين 7 سنين، فبيقدم الى يومنا هذا اداء مستقر. اداء مستقر قلنا من حيث المعالجه ومن حيث فتح الابلكيشنز والكلام ده. وطبعا في الشبكات الجهاز كويس جدا وخامات صنع من الستانلس. ولكن عايزك تاخد بالك من كام نقطة لو انت قررت انك تشتري ايفون 7 في 2023. ان انت هتتنازل عن الكاميرات. انت دلوقتي عندك كاميرا واحدة، في دلوقتي في خناقة كاميرات بين الاندرويد 7 كاميرات 8 كاميرات كل الشركات بتزود. انت عندك كاميرا واحدة فقيرة جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع الحداثة اللي احنا شايفينها دلوقتي. كاميرا هتقدم معاك الوظائف العاديه، عايز تصور ورقه، عايز مش عارف ايه، هو ده اللي هيقدم معاك. لكن في ظروف الاضاءه الممتازه جدا هتطلع صوره حلوه ومقبوله. لكن ما تسالنيش عن البورتريه، لان البورتريه هنا بيتعالج سوفت وير، مفيش كاميرا للديبس، مفيش كاميرا للبورتريه، فمش هتاخد احسن عزل. ممكن تاخد عزل احسن منه في 7 بلس او 8 او 8 بلس. دي اول حاجه ممكن هتنازل عنها لما تجيب ايفون 7، تتنازل عن الكاميرات، تكون اولوياتك مش تصوير. لو من اولوياتك التصوير ما تجيبش ايفون 7 وش. فلو التصوير مش مهم ايفون 7 معاك كويس. تاني حاجه انت هتضحي بيها الابعاد الجديده، انت شايف ابعاد الجهاز عامله ازاي؟ طبعا البازلز الكبيره دي، زرار اللي في نص الشاشه، الحاجات دي بالنسبه للناس مميزات وبالنسبه للناس عيوب. انا بالنسبه لي انا من عشاق الزرار اللي في الجهاز، انا بحب الزرار ده، البصمه الزرار دي بعشقها، ومش عارف ازاي هطلع لحاجات احدث من غير الزرار، انا ما حبه. فانت دلوقتي هتتنازل عن الكاميرات والشكل من بره عشان مساحه البازلز القديمه. تالت حاجه تنازل عنها وهي للاسف حاجه شائعه في كل الايفون، ان انت هتتنازل عن البطاريه. البطاريه عندك اصلا صغيره، مش البطاريه اصلا قليله، يعني مش قليله
الساعة، لأ هي أصلًا صغيرة، هي مصنوعة صغيرة، هي مش مصنوعة للشغل بتاع 2023 إن أنت بتقعد على مثلًا على تيك توك بالساعتين، تقعد على الفيسبوك ساعتين تاني، ما لأ مش معمولة للكلام ده، هي كانت معمولة لمهام اتصال بس، الجهاز في الاتصال والمكالمات هيقعد معاك اليوم مستريح، لكن لمّا تيجي تقعد على السوشيال ميديا وتقلِّب في التليفون، لأ هتلاقي مثلًا إن لو الموبايل 100% ساعة سوشيال هتوصّله 50 حرفيًا، ساعة سوشيال هتوصّله 50. ف فتاخد بالك إن لو هتقتني أيفون 7 في 2023 إنك تقتني معاه لازم باور بانك أو تمشي في مكان فيه دايمًا كهربا، علشان هتحتاج تشحنه لو فضلت آآ ماسك التليفون وبتقلِّب على السوشيال وبتشوف فيديوهات والحاجات دي. فإحنا كده ممكن نوصل باختصار إن تَمَن التليفون منخفض جدًا، قصاد إنه هيدّي لك معالجة حلوة جدًا في فتح الapplications طبعًا برضه غير إن أنت يعني لو من عشاق التفاح أو الApple وكده، فأنت هتبقى ماسك تليفون Apple بخامات صنع قوية جدًا، ب ب بمعالج ضخم رهيب، ما فيش حاجة اسمها تقطيع. بصراحة أنا شايفها قيمة مقابل سعر حلو أوي، في ظل الغلا اللي إحنا فيه. إحنا في أسعار صراحة جنونية، أسعار عالية جدًا. فده هيبقى اختيار أمثل للناس اللي عايزة تجيب حاجة سعرها متواضع أو يكون تليفونك التاني مثلًا. طيب الحالة بقى عشان ما تتغشِّش، زي ما أنت شايف كده حالة تليفوني بسم الله ما شاء الله، أنا حاولت بقدر الإمكان إني أجيب حالة فعلًا توب زي ما بيقولوا، الجهاز كإنه فعلًا جديد، فأنت لازم لمّا تيجي تجيب أي تليفون إن هتجيبه طبعًا used مش هتجيبه طبعًا جديد، ما فيش حاجة جديدة، هتجيبه used فحاول تاخد بالك من إن الشاسيه ده من برّه يكون مش متخبّط، الشاشة مش متغيّرة، البطارية مش متغيّرة بقدر الإمكان، ولو متغيّرة تكون متغيّرة بحاجة أصلية نضيفة ما تكونش مضروبة، علشان كل الأداء اللي أنا قُلته ده ما يبوظ أو ما يقلّش، لازم تجيب حاجة في نفس الحالة اللي أنا ماسكها دي أو أقل شوية، لكن لمّا يكون مغيّر بطارية وشاشة والكلام ده ابعد عنه. ده باختصار تجربة الأداء مع أيفون 7 في 2023. أشتريه، يكون تليفوني التاني وأكون متنازل عن جودة الكاميرا العالية جدًا في ظل الحداثة اللي إحنا فيها، وأبعاد الشاشة اللي واخدة بازلز كده كبيرة وفيها كده شوية تقطيعات كده فوق وتحت زي ما أنتم شايفين، بس. فأنا أرشّحه للفئة اللي عارفة هي عايزة إيه. جهاز بصراحة يعني أنا مبسوط بيه، أنا عامله تليفوني الأصلي ومبسوط بيه. ده رأيي عن أيفون 7 في 2023. يا رب يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.